أهلا وسهلا ومراجعة جديدة وفيلم أهل الكهف. العيب مش في الدين، العيب فينا احنا كبشر. فيلم أهل الكهف هو تاني فيلم من أفلام عيد الأضحى لعام 2024 نعمل له مراجعة في التشانل. لسه منزل مراجعة فيلم ولاد رزق، لو ما شفتهاش روح شوفها بسرعة. السينما كاتب البريمس بتاعه يتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد 3 قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن. وده القصة اللي احنا عارفينها، وقصة أهل الكهف من القصص اللي موجودة في كل الأديان وموجودة في تقريبا ال3 أديان، وقصة طبعا من القصص الشهيرة جدا اللي احنا بنسمعها من واحنا صغيرين حتى. الفيلم طبعا من إخراج عمرو عرفة أخو شريف عرفة اللي ليه فيلم تاني بالمناسبة موجود في الموسم ده، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، عن رائعة توفيق الحكيم زي ما هو برضو مكتوب في البوستر، اقتباس عن مسرحية توفيق الحكيم. الفيلم ده فيه كاست كبير جدا، نخش نشوف الكاست بتاعنا. عندنا خالد النبوي، عندنا غادة عادل، عندنا تايسون، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، أحمد وفيق، فتحي عبد الوهاب، هاجر أحمد. أنا هدوس المزيد كمان لأن في ناس كتير: بسنت شوقي، جميل برسوم، رشوان توفيق، مش عارف هو عايش ولا توفى. لا هو عايش، ربنا يديله الصحة. احمد بدير، صبري فواز، مصطفى فهمي. فيلم اهل الكهف من الافلام اللي كان عليها كلام كتير من سنة 2018، يعني احنا بنتكلم في حوالي 5 6 سنين. الفيلم ده دخل انتاجه بس حصل له شوية مشاكل انتاجية ادت الى تغيير المنتج وكده، والفيلم رجعوا كملوا تصوير، وده باين جدا في الفيلم، ودي اول سلبية هنتكلم عليها ان شاء الله في الفيلم. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج المخرج عمرو عرفة. هاقسّم الفيلم ليه إيجابيات وليه سلبيات. نبتدي الأول بالإيجابيات بتاعة الفيلم. عجبني كل عناصر الإنتاج من الناحية التقنية أو من ناحية الproduction design، زي التصوير، زي الموسيقى التصويرية، زي الملابس الcostume design، زي الديكورات واختيار الأماكن، زي الgraphics، زي نوعًا ما تصميم المعارك، مع إنها مش في كل المعارك كانت في أحسن حالاتها، بس دي كانت حاجات مميزة جدًا في الفيلم ده، وكانت قريبة جدًا من اللي إحنا شُفناه في مسلسل الحشاشين. عجبني كمان بعض الرسايل اللي موجودة في الفيلم. أنا عارف النقطة دي ممكن ما تعجبش ناس كتير، بس عجبني إن الفيلم بيحاول إن هو يتكلّم في رسايل وبيتكلّم في حاجات، ومش بطريقة direct الصراحة، مش بطريقة مباشرة، يعني بطريقة معيّنة بيوصّل لك بيها رسايل، والرسايل دي ليها معنى وليها مضمون، وإن السُلطة ممكن تفسد أي حد، وإن العيب مش في الدين، هو العيب في الناس. عجبني حاجة برضه أيمن بهجت قمر عملها، مع إن مش كل حاجة أيمن بهجت قمر عملها في الفيلم ده كانت كويسة، إن هو ما طوّلش كتير في الأحداث اللي إحنا عارفينها. يعني إحنا كنا مفكرين الفيلم مدته قصيرة من كتر ما كان في أول الفيلم الأحداث كانت ماشية بسرعة. يعني كل الأحداث اللي إحنا عارفينها، اللي هي من بطش الحاكم للناس اللي هم المتدينين في الزمن ده، إلى دخولهم الكهف، إلى خروجهم من الكهف، ده ما قعدش وقت طويل في الفيلم، تقريبًا ده نُص الفيلم. ونُص الفيلم التاني هو كُلّه اجتهاد شخصي من أيمن بهجت قمر، وما أعتقدش إن هو يمُت للقصة الحقيقية بصلة. خلّي بالك دي حاجة ما تعيبش الفيلم، لإن أصلًا الفيلم كاتب في أول التتر إن هو آخد بس الفكرة الأساسية بتاعة أهل الكهف، وهو اللي حاطط الtouch بتاعه. فهو عملها هنا بطريقة كويسة، إن هو جرى في الأحداث اللي إحنا كُلّنا عارفينها، وقدّم القصة اللي هو عايز يحكيها في النُص التاني من الفيلم. عجبني برضه التمثيل، دي النقطة التالتة في الحاجات اللي عجبتني. عجبني التمثيل بتاع أغلب الممثلين بصراحة، يعني شخصية صبري فواز كانت تمثيلها حلو جدًا، شخصية مصطفى فهمي كان تمثيلها حلو جدًا، أغلب الممثلين كان تمثيلهم كويس، باستثناء مثلًا غادة عادل، يعني تقريبًا دي مثلًا أقل واحدة من الممثلين اللي كانوا طالعين في الفيلم. السلبيات، في سلبية أنا للأسف مش عارف أمسكها، يعني في سلبية كده أنا حاسس إن في حاجة غلط في الفيلم ده. يمكن عشان أنا بس عارف معلومة إن الفيلم ده ابتدوا تصويره وبعدين وقّفوه حوالي سَنة ونُص، سنتين، وبعدين رجعوا كمّلوا التصوير، فأنا عندي المعلومة دي، فأنا داخل بstereotype مثلًا إن الفيلم ده ممكن يبقى مش consistent، فمش عارف.
بس لو حد شاف الفيلم يقول لي في الكومنتات. أنا حاسس إن الفيلم فيه حاجة غريبة، باين أوي إن الفيلم مش متصوّر في نفس الوقت، باين أوي إن في حاجة مش مضبوطة في الفيلم، ما تفهمش إيه هي، ما تمسكهاش، مش عارف تمسكها. برضه من الحاجات اللي ما عجبتنيش سذاجة الحوار، في حوار ساذج. أنت برضه بتتكلم تقريبًا في حقبتين زمنيتين كل واحدة فرق ما بينهم حوالي 300 سنة. الحوار ساذج جدًا. أنا مش باتكلم برضه في طريقة اللهجة أو في طريقة الكلام، بس لأ، في سذاجة كده في الحوار. يعني ما فيش برضه consistent في الحوار، بمعنى إن أنت لو عايز تتكلم مثلًا بطريقة معينة، خلاص اتكلم بيها طول الفيلم، ما عنديش أي مشكلة. عايز تتكلم برضه بعامية شوية، اتكلم بيها طول الفيلم. يعني مثلًا عايز أديكم مثال بمسلسل الحشاشين، فمسلسل الحشاشين كانوا بيتكلموا بعامية، بس ما كانش في مثلًا يعني حد بيتكلم زي دلوقتي يقول لك فاكس ومش فاكس. أنا مش باقول إن ده بيتقال في الفيلم، بس أنت فاهم قصدي، إن هو باتكلم بعامية، بس في مصطلحات برضه بتبان إنها مش لايقة على العصر ده. فأنا حاسس في الفيلم ده إن ما كانش في consistent أوي في الحوار، أوقات كانوا بيبقوا كويسين وأوقات تانية كانوا بيبقوا مش كويسين. مش عارف، أنا حقيقي مش عارف أمسك مشكلة الفيلم الأساسية، رغم يعني أنا باتفرج على أفلام كتير، بس هو الفيلم فيه حاجة غلط بس مش عارف إيه هي. ما عجبنيش برضه إن في بعض المشاهد بتاعة الأكشن. أنا قُلت في حاجات في الإيجابيات إن في مشاهد أكشن متنفّذة كويس، في بقى مشاهد أكشن متنفّذة بشكل سيء جدًا. فتقريبًا دي مشاهد الأكشن اللي هم صوّروها بعد كده يا إمّا قبل كده، ما تفهمش بقى في إيه في الفيلم. أنا باقول لك مش فاهم، في حالة عدم تناسق. يعني لو أنا عايز أقول للفيلم ده title كبير، هو عدم التناسق، يعني inconsistent بشكل غريب. شوية تلاقي الfights كويسة، شوية تلاقي الfights وحشة، شوية تلاقي الحوار كويس، شوية تلاقي الحوار وِحِش، شوية تبقى قاعد مستمتع، شوية تبقى قاعد مش طايق نَفْسك وعايز تروّح. فبجد أنا مش عارف أقول سلبيات، فأنا عمّال أقول الفيلم فيه حاجة غلط، إيه هي؟ والله العظيم ما أعرف. فلو حد عارف إيه الحاجة الغلط اللي موجودة في الفيلم ده يقول لي. فبس يعني أنا مش لاقي كلام أقوله فعلًا عن الفيلم. هو القصة كلنا عارفينها، يعني أنا هاقول لكم إيه في القصة، كلنا عارفين قصة أهل الكهف. أقول إيه؟ مش لاقي حاجة أقولها. أنا كل اللي أنا قُلته اللي عندي إن أنا عجبني اللبس اللي لابسينه، عجبني التصوير، عجبني الموسيقى التصويرية، عجبني بعض مشاهد الأكشن، عجبني نوعًا ما رسالة الفيلم وإن السُلطة بتفسد الناس وبتاع، والعيب في البشر والبشر دول كلّهم ولاد كلب وبتاع. كل ده عجبني، بس هو ده اللي أنا عايز أقوله. فأنا مش عارف، أنا مش عارف بجد، مش لاقي كلام خالص أقوله والله العظيم على الفيلم. فمن غير كلام كتير ومن غير ما أحرق كلام على الفاضي، أنا مش لاقي حاجة أقولها. كل اللي عندي أنا قُلته. فتقييمي لفيلم أهل الكهف هو 6/10. بس كده. لو عجبتك الحلقة، لو عجبك الفيلم ده، لو عجبك يعني اعمل لي شير ولايك وسبسكرايب. شوف فيديو ولاد رزق اللي نزلته امبارح. إن شاء الله هنزل مراجعة عن فيلم اللعب مع العيال ومراجعة عن فيلم عصابة الماكس. كل سنة وأنتم طيبين.